كابتن فؤاد نظمي رئيس مجلس إدارة منطقة اسكندرية للملاكمة اللي موجود معانا. كنت اتكلمنا عن أهمية البطولة النهاردة. بطولة مواليد طبعا هتقام في 6 إلى 10/3 السنة دي إن شاء الله. فإحنا عاملين في البطولة استعدادا لبطولة الجمهورية. طب اللي هيمثلونا ببطولة الجمهورية. طب ايه الامكانيات الفنيه اللي بتوفرها المنطقه للعيبه؟ يعني هل والله احنا بندي دبلومات وبندي مكافآت مالية الاول والثاني والثالث بناء على تعليمات الاتحاد العام. بيدي في الجمهورية اول وثاني وثالث مكافآت مالية وشهادات تقدير. طب استعدادات مصر ايه للبطوله الاولمبيه؟ هل كل ده استعدادات للبطولات الدولية. البطولة الأولمبية اللي بيتأهل إليها أبطال مصر بيكونوا في البطولة الأفريقية والبطولة العربية وبطولة العالم بتأهل للبطولات الأولمبية. ما بتبقاش منطقة أو بطولة بيطلع اللاعب اوتوماتيك يلعب دوري غير ما بيمر بمراحل كتير، وعشان يلعب أولمبي لازم يمثل ولازم يكتير من البطولة العالمية. بس انت نشوف ازاي وضع الملاكمه في مصر او مستواها؟ هي الرياضة عموما في مصر مادية بالفلوس. في فلوس في الرياضة، مفيش فلوس مفيش رياضة. في علماء متخصصين في أحفاد في أموال. الدافع المادي أهم شيء. بالمأكل ملبس معسكرات سفر كل دي محتاجة للأسف بنشتغل بأقل الإمكانيات. طب بيرشدوا وزير الشباب والرياضه هل محتاجين امكانيات اكتر او يدعم المناطق والأندية، يدعم الاتفاق بكافة الأنشطة على أساس تقدر تنافس عالميا. مصر دلوقتي ما بنقولش بنظهر بمظهر مشرف ونروح احنا ايه